ايه يا بنتي؟ خلاص. طب خلاص خلينا نخرج على يوم السبت، انا هبقى فاضيه يوم السبت او يوم الاحد مثلا. يا ريم، يا زفته، يا هبابه، طب ايه يا ليلى. لا يا بنتي انا ماما ما بتزعقليش. ما بتزعقليش يا بنتي، اصل احنا هنا في البيت ما بنتكلمش، احنا هنا بنزعق بس. انت مش سامعاني تترشدي؟ ايه يا ماما صاحبتي معايا التليفون يا ماما. اتنيلي عليكي وعليها وعلى صاحبتك، انا مالي. طيب ماما تسلم عليكي، بتحبك قوي. ماشي طيب، في بعض يعني شويه هكلمك. ماشي. ايه يا ماما؟ ما خليتي شكلي قدام صاحبتي وحش قوي يا ماما. جاتك موع عليكي وعليها. في ايه؟ انا مش قايله تعملي البلكونه واسقي الزرع. ايوه يا ماما هعملهم، بس انا تعبت تعبانه. تعبانه من ايه؟ في ايه يا انت ماما؟ حلوه قوي، ما بتتعبيش من الموبايل وانت شايلاه. يا ماما بقول لك تعبانه مش مشلوله، يعني دول بيتحركوا عادي. عايزه انا كل ما اقول لك تقولي لي تعبانه. يا ماما انا تعبت انا تعبانه. ده كانت ايديكي شغاله في الواتس والكتابه حلوه قوي، صوابعك ما توجعكيش. انا ماما تعبانه ما توجعكيش. بتوجعني خلاص. الموبايل لا خلاص ساتر. طب خلاص يا ماما انا هعمل لك البلكونه حاضر، بس خليها بكره عشان دلوقتي الجو برد. طيب برد؟ او عم خليل بيسقي الورد. ماما انت عارفه افيهاتك دي ام ريال دي ام ريال سبب رئيسي انا مش هعمل البلكونه اصلا النهارده ولا بكره. ايه رايك بقى يا ماما؟ شايفه ابنك بيعمل ايه يا ماما؟ مش شايفه حاجه. في الراحه وجاي كل شويه يقعد يضربني بالقفا. ولا شفت حاجه. يعني مش ابنك هو بيضربني؟ لا. ماشي يا ماما. ماما نعم. انت عارفه معاملتك ليه دي بتخليني الواحد افكر في ايه؟ في ايه؟ ان انا اطل بالابيض. يا اختي بقى في ايه؟ يا ماما ده هي معاملتك ليه دي يا ماما تخليني فعلا اتفكر اطل بالابيض. عارفه يا ايه؟ نهار ابيض. عشان بتحسيني ان انا عالة على البيت. انت مش عالة على البيت، الله يخليك. انت عالة على المجتمع نفسه. انت مالكيش 30 لازمه. خلاص طيب بقيت عالة على المجتمع كله يا ماما. يا ماما ايام زمان. انا فاكره كويس قوي. اديني. لما كان يبقى معايا 2 جنيه في جيبي وتقولي لي يا ريم معاكي فلوس، اقول لك معايا يا ماما تيتا تصلفهم لي، كنت بديكي ال 2 جنيه كلهم يا ماما. ما كنتش اقول لك حتى يا ماما خدي جنيه وانا جنيه، لا كانت ال 2 جنيه تطلع لك كلهم كاملين، وكانوا يبقوا ورق كمان مش فضه يا ماما. يا سلام سلم الجنيه بيتكلم. كله رايح. شايفه ابنك يا ماما؟ ابني عمال يضربني بالقفا في الرايحه وفي الجايه. هو فين يا بنتي؟ لا يا ماما كده الموضوع كتر يا ماما بصراحه. ايه وكده بقى ازدواجية ومعابير والموضوع مش نافع. ازدواجية ومعابير؟ ايوه مش ازدواجية معايير. لا معابير هشرحها لك. يعني مثلا لما تكوني الكف تعمل كده والمعابير دي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بس يا ماما انت شايفه ابنك هو بيضربني بالقفا على فكره، والموضوع كتر عن حده، وانا بقى مش قاعده في البيت ده. وينقلب ضده اهو. انا اصلا يا ماما من زمان عايزه افحص في البيت ده بصراحه. بيت كله صوته عالي ومحدش بيتناقش مع حد وكله زعيق. ايه البيت اللي بيزعق بس؟ ما بتتكلموش بتزعقوا بس؟ احنا كده. احنا بتزعقوا بس يا ماما؟ بصي يا ماما هتدخلي اوضه عندك دلوقتي. ماشي. هتلاقيني محضره لك الشنطه بتاعت ايه؟ فيها حاجتك بتاعتك. بتاعتك يا حبيبتي. ايوه بتاعتك يا جميله. ماشي. يا حلوه يا امور. ماشي ماما. في ايه؟ محضره لك الشنطه. ايوه تنامي وتقومي الصبح ايوه تاخديها في ايدك وتروحي لخالتك. على الاقل نرتاح منك. لا ما اقصدش يعني ترتاحي مننا يا ريم يا جميله يا حلوه. ماما انت حركاتك غريبه. ليه يا قرش؟ مش عارفه مش مرتاحه لك. هتقولي ايه؟ قلتي ايه؟ اروح عند خالته يعني شويه صح؟ عشان ترتاحوا. ريحي واستريحي. ماشي. قلتي خالته طيب؟ من غير ما اقول لها. طيب انا ماشي. انا مش جاي عندك تاني.